يا ريت طبعا، حاجه جميله طبعا، حاجه مشرفه طبعا، يعني ده يعني حاجه دينيه جميله. انا مقابله الشيخ الازهر ادبا واحترام للمكان اللي انا داخلاه، اللي هو ازهر الشريف. لازم ابقى حاطه شرب على راسي. انا حاطه شرب على راسي ولبست اللبس بتاعي العادي، هو انا لبسي كده يعني، ما هو شايفاني من غير حاجه بكم فده لبسي. فالفستان كان لبسي، وكان انا بلبس فساتين الفتره اللي كانت فاتت كلها عشان خاطر دراعي، لان انا ما بعرفش اتعامل بالبنطلونات، فعشان كده كنت بلبس فساتين، فهي بالصدفه كان فستان. وعايزه اقول ان مقابلته دي كانت حاجه جميله ومشرفه، وكان في موضوع لصديقه ليا انا رحنا وعملناه، وحاجه كانت حلوه للازهر ولصاحبتي، يعني عايز تعملها حاجه للازهر يعني، فعملتها وتمام، وعملنا حاجه حلوه وتمام. انا خلصت فيلم جبل الحريم، وده من الادوار الحلوه قوي اللي انا عاملاها، فيها احاسيس رهيبه هتشوفوها ان شاء الله. ومش انا بس، كل مجموعه الفنانين اللي معانا، وفاء عامر وكله وسوسن بدر، مجموعه كبيره جدا من الفنانين هيعملين شغل حلو قوي. مفيش راجل في الفيلم بس مش هقول اكتر من كده. مفيش راجل، مش انا ماليش دعوه، انا ما بقضيش عليهم. يعني انا حتى موضوعي بره حكايه الرجاله دي، يعني ما هو في ناس بقى بتدي على الرجاله جامد، لكن انا لا، انا موضوعي حاجه تانية خالص. بس انا يعني هي انتظار لحظه صعبه، بس اللي اقدر اقوله. الحياة من غير راجل عاملة ازاي؟ طبعا لا، ما ينفعش هناك في الفيلم بس طيب رمضان ان شاء الله في حاجة عندك ولا لسه؟ لسه بقى، ربنا يبعت ان شاء الله.